المسلسل بيبتدي في المستشفى سنة 2004، وهو جعفر العمدة بيعرف إن ابنه اتخطف من الحضانة وبيتخانق مع الدكتور، ومراته سرية لما بتعرف بتتصدم وبتفضل تصوت وبيغمى عليها، ودلال مراته التانية بتتصل بيه وبتقوله إن في ستات مشيوا وراها وسقطوا ابنهم اللي في بطنها، وبيعرف إن معنى كده في حد مخطط لده، وبيراجع كاميرات المستشفى وبيعرف إن اللي خطف ابنه واحد اسمه بلال شامة، وبيبقى عارفه علشان من نفس المنطقة اللي هو فيها، وبيبقى واد صايع وبيحلف إن هو هيقتله. وبننتقل لبعد 4 شهور وبيبقى لسه ما وصلهوش مع انه بيدور عليه في مصر كلها، وبنرجع لوقتنا الحالي وبنلاقيه حاطط صورة ابنه وبلال شامة في الدرج علشان يفضل فاكره طول حياته، علشان لغاية دلوقتي بيدور عليه بس برضه مش لاقيه. وبينزل هو ومراته سرية للمدافن يقروا الفاتحة لابنهم، ولما سرية تمشي بيفضل يعيط علشان مفهمها انه لقى ابنهم مقتول ودفنه، وده بيبقى كدب علشان من ساعتها مش لاقي ابنهم ولا بلال شامة، بس قال لها كده علشان قلبها يرتاح وتنسى الموضوع. وبعد كده بيروحوا ياكلوا مع عيلتهم، وبنلاقيه اتجوز واحده تالته واسمها نرجس، وبيبقى قاعد معاهم ام وصيفه وسيد اخو جعفر الكبير ومراته، ونعيم دراعه اليمين ومراته. وبنيجي بالليل وبنلاقيه قاعد قعده حكم، ودي بتبقى كل فتره، وكل اللي عنده مشاكل بيجيله هو علشان يحكم بالعدل بما انه هو عمده السيده زينب، وفعلا بيحكم ما بينهم بالعدل والذكاء. وبعد كده بالليل بيروح يسهر في كباريه عزيزه، وده المكان اللي هو بيرتاح فيه، وهو قاعد مع عزيزه بتخش بنتها وصاحبها سيف، ولما بيخش بيرمي السلام وبيسلم على عزيزه، فالمعلم جعفر بيهزقه علشان المفروض يسلم على الرجاله قبل الحريم، وهما الاتنين بيتخانقوا وعزيزه بتخليه يمشي من قدامه. وبعد كده بيروح مع نعيم في كافيه، وبتخش واحده اسمها عايده، وبيبقى في ناس قالت لها ان جعفر العمده بيسلف الناس بالربا، فبتقول له ان ابوها السجن ومحتاج 40 مليون كفاله علشان يخرج من السجن، فبتقول له ان هو يسلفها المبلغ ده ولما يخرج هترجعهم له، فبيقول لها انه هيديها الفلوس بس لو وافقت تتجوزه، بس طبعا بتزعق وبترفض وبتمشي. ونعيم بيقول له ان في حد زقها عليه، فقال له ان هو اللي زقها على نفسه علشان شافها قبل كده وعجبته، وبعت ناس يقولوا لها ان هو بيسلف علشان تجيله. وبننتقل لسيف وهي امه بتزعق له علشان سايب شغله ومركز مع بنت الرقاصه، بس بيقول لها ان مفيش حد هيرضى بيه غيرها علشان ابوه اللي ما يعرفوش، وان مكتوب في البطاقه باسم امه. وفي تاني يوم عزيزه بتكلم جعفر العمده علشان بنتها وسيف اتخانقوا مع واحد وراحوا القسم، وكلمته علشان يخرجهم، وفعلا بيعرف يخرجهم بسبب علاقاته. ولما بياخد البطايق بيلاقي اسمه بتسجل على اسم امه، واكنهم اخوات مش ام وابن، فبيستغرب بس بيديلهم البطايق وبيمشي. وبننتقل لسيد اخو جعفر وهو ماشي بالعربيه وبيتخانق مع واحد شغال في محل عيله فتح الله، ولما بيتحامى في عيله فتح الله فسيد بيكسر لهم المحل. ولما الحاج بيروح يتخانق معاه ابنه بيقول له استنى علشان احنا عندنا حق، فنعمل النهارده قعده حكم والعمده يحكم بالعدل. وبنيجي بالليل وهو جعفر بيحكم بين اخوه وعيله فتح الله، وبيفتكر سنه 2004 لما راح يرجع مراته دلال علشان كان متخانق معاها، وبتبقى بنت فتح الله، وفعلا بيصالحها وبياخدها علشان يرجعوا البيت، بس اخوها يوسف بيتخانق معاه علشان يتخانق مع اخته، وبيفضل يفهمه ان هم اتصالحوا، واخته وابوه وامه بيقولوا له ان هم خلاص اتصالحوا وانه ملوش دعوه، بس برضه مش بيرضى. ولما جعفر بيصر ان هو ياخدها يوسف بيطلع المسدس وبيهدده ان هو يمشي من غيرها، ولما بيشد منه السلاح الطلقه طلعت في سيف غصب عنه وبيموت، وبيطلع براءه علشان دفاع عن النفس وقتل خطأ. وبعدها بفتره شوقي اخو دلال واخو سيف اللي مات بيحاول يقتل جعفر بس بتيجي في كتفه، وبيتسجن 19 سنه علشان شروع في قتل، وبيكون قرب يطلع خلاص. ودلال من ساعتها وهي مقاطعه عيلتها علشان رجعت للراجل اللي قتل اخوها وسجن اخوها التاني. وبنرجع لوقتنا الحالي وجعفر بيحلف على المصحف، فكان لازم يحكم بالعدل، وبيحكم ب 250 ألف جنيه لصالح عيلة فتح الله، وبيجي على أخوه علشان فعلا بيبقى غلطان. وبننتقل لعايدة وهي في زيارة لأبوها في السجن، تعرف إن هو متمرمط جامد في السجن، فبتاخد ميعاد مع جعفر العمدة وبتوافق على الجواز علشان تخرج أبوها من السجن، وبياخدها وبيروح السيدة زينب وبيعرفها على عيلتها وبيحوشها من مراتاته بالعافية. وبعد كده بيطلعوا البيت وبيقول لها إنه مش هيديلها ال 40 مليون جنيه غير لما تحبه الأول، وبيعرفها إنه مانع فكرة الخلفة خالص من ساعة حادثة ابنه اللي اتخطف وابن دلال اللي سقط وهو في بطنها، وإنه حالف على كل مراتاته إنه هيطلق أي واحدة منهم تخلف، ومش بترضى تخليه يلمسها غير لما تاخد عليه الأول. وبننتقل لدلال وهي في العربية وأبوها بيوقفها علشان وحشته وبيعاتبها إنها سايباهم كل السنين دي وعايشة مع جعفر، وبيجي كارم أخوها وبيتخانق معاها، ولما بتنزله اتخانقوا أكتر وبيضربها بالقلم في نص الشارع
الشارع. ومصطفى بيجي يقول لجعفر ان مراته دلال اخوها كرم ضربها في الشارع، فجعفر العمدة بينزل وبيضربه وبيقلل من كرامته وسط كل الشارع، ولما رجالته بتحوش بيضربهم وبيقول له ان لو كان بيفكر في الانتحار ما كانش هيعمل اللي هو عمله ده، وبيخنقه وكان هيموته، بس دلال بتيجي تستسمحه انه يسيبه وكفايه ان هو ضربه علشان برضه مهما كان ده اخوها، فبيسمع كلامها وبياخدها وبيمشي. وبعدها بفتره في واحد بيجي لجعفر اسمه عزت وبيقول له ان هو معاه ابنه، وان في واحد اسمه بلال شامه جاب له واد من 19 سنه وقال له ان هو يربيه علشان ملوش ولا اب ولا ام، وامبارح كلمه وهو بيموت وضميره بيأنبه وقال له ان هو يبقى ابن جعفر العمدة، وسأله معكش الرقم اللي كلمك منه؟ فقال له لا علشان كلمني من تليفون ارضي في الكويت. وبيقول له الواد ده فين؟ فقال له بره في التاكسي، وبيطلع علشان يشوفه، وسوريا بتيجي بالصدفة علشان نازلة وبتلاقيه مركز قوي على الولد، ونعيم بيقول لها ان ده ابنك، وبتبقى مش فاهمة حاجة علشان جعفر قال لها ان هو مات، بس جعفر بيقول لهم ان دول نصابين وبيمشيهم وبيدخل المحل، وبيخلي حد من رجالته يراقب التاكسي علشان يعرف بيته، وسوريا بتبدأ تشك ان ابنها عايش. وبننتقل لسيف وهو عنده مشاكل في الشغل علشان في بضاعة جاياله من بره وواقفة في المينا، ولما عزيزة بتعرف بتقول لجعفر لو يعرف يمشيله الإجراءات، وفعلا المرة اللي بعدها لما بيجيلها بيجيب ورقة الموافقة لدخول البضاعة بتاعته، وسيف لما بيعرف بيقول له بحسن نية انه هيديله 20,000 جنيه علشان تعبه، بس ساعتها جعفر بيضربه بالقلم علشان عيبة انه يدي معلم فلوس على خدمة بيعملها، بس سيف ما بيكونش حاسبها كده وبيمشي وهو متضايق. وبعد كده جعفر بينزل وبيروح لبيت عزت، ومراته بتسأله هو مين، وبيقول لها ان هو كان ليه عنده شغل وبيتكلموا على التليفون الارضي بس مش بيرد، فقالت له ان هم ما عندهمش تليفون ارضي، وبيعرف انه كان بيكذب عليه علشان قال له ان بلال شامه كلمه على التليفون الارضي، فبيخش له الاوضه وبيفضل يضرب فيه لغايه ما اعترف له بالحقيقه، وهي ان اخو عزت شغال مع بلال شامه في محجر وبيبقى قربوا من بعض، والمحجر ده اللي بيشتغلوا فيه بيكونوا هربان من حاجه، وبيساله هو هربان من ايه، وقال له ان في حد اجره زمان علشان يخطف ابن عمده السيده زينب، وبيبقوا قرفوا من العيشه اللي هم عايشينها دي، فبيكونوا عايزين اي مصلحه تطلعهم من اللي هم عايشين فيه. ولما عزت بيروح يزور اخوه ومعاه ابنه بلال شامه بيجيله فكره انهم يقولوا ان الواد ده ابن جعفر العمده ويعملوا الموضوع اللي هم عملوه علشان لو صدق هياخدوا منه فلوس حلوه علشان رجع له ابنه، بس لو ما صدقش بقى كلهم هيموتوا علشان جعفر العمده ما بيسيبش حد يضحك عليه. وساعتها عملوا كده فعلا وراحوا له، بس جعفر ما صدقش، وساعتها بيخاف علشان كده ممكن يقتله، وبيروح يقول لاخوه ولبلال وبيبقوا خايفين جدا علشان كده هيقتلهم. بس في نفس الوقت ده وهو عزت بيعترف له بنلاقي اخو عزت وبلال شامه وهو بيقول له انهم لازم يمشوا من المكان ده علشان جعفر مش هيسيبهم، بس قبل ما يمشوا لازم يسرقوا المحجر. وفعلا بيروحوا مكان الخزنه والغفير بيكون نايم، وفعلا بيعرفوا يسرقوا الخزنه وبياخدوا كل الفلوس اللي جواها، بس الغفير بيسمعهم في الاخر وبيخش عليهم بالسلاح بس بيضربوه وبيجروا منه، بس بيلحق يجروا وراهم فبيستخبوا تحت غطا عربيه نقل، والغفير بيكلم صاحب المحجر وبيجي وبيفضل يهزقه. وبننتقل لجعفر العمده وهو بيقول لعزت ان بلال شامه واخوك لسه موجودين في المحجر ده، ولما بيقول له ايوه بياخده علشان يوديه المحجر، وبيروح بيلاقي صاحب المحجر واقف هو وكل رجالته وبيقول له ان هو عمده السيده زينب وعايز واحد اسمه بلال شامه، وبيقول له ان هو لسه سارق المحجر بتاعه وهرب، فقال له ان لو عرف حاجه عنه يبقى يبلغه. وبلال شامه بيكون سامعهم تحت غطا العربيه وبيكون خايف جدا من جعفر. وبننتقل لسوريا وهي شاكه ان لسه ابنها عايش، فبتنزل لكارم وبتقعد تتحايل عليه ان يقول لها اي حاجه يعرفها عن ابنها علشان عيله فتح الله اكتر حد مشكوك فيهم ان هم اللي خطفوه بسبب المشاكل اللي ما بينهم، وبتقول له ابوس ايدك قول لي اي حاجه، وفعلا بتبوس ايده قدام كل الناس. وساعتها جعفر بيجي وبيشوفها وهي بتذل نفسها لكارم قدام كل المنطقه وبيطلقها. وبننتقل لاخو عزت ولبلال شامه لما هربوا من المحجر وبيقولوا ان هم لازم يمشوا من القاهره كلها علشان جعفر هيدور عليهم، وبيقرروا ان هم هيروحوا اسكندريه. وبالليل جعفر بيروح لعزيزه وبنتها بتقعد معاه وبتقول له ان سيف متضايق وزعلان منها جدا بسبب اخر مره لما ضربته بالقلم، وانه ما كانش قصده وانه اداله الفلوس بحسن نيه، فبيحس ان هو فعلا ظلمه وبيسالها على مكانه، وبيروح له المعرض بتاعه وبيقف من بعيد وبيشوف تعامله مع الناس وبيلاقيه فعلا ذكي وابن بلد ولسانه حلو مع الزباين، فبيعجب بشخصيته وبيروح له وبيقول له انه جاي له في شغل وعايز يعمل اضافات في العربيه بتاعته، وبيفضل يهزر معاه وبيصالحه. وفي تاني
يوم ام سيف بتروح له المعرض بتاعه علشان مش بيرد عليها على التليفون، علشان على طول مع بنت عزيزة الرقاصة، وبتتخانق معاه وبتمشي. وبالليل لما بيروح بيلاقيها بتحضر شنطتها وبتقول له انها رايحة اسكندرية لاختها، وبيقول لها ان هي تقعد او حتى كمان يوصلها، بس بترفض علشان بتبقى زعلانة منه. وفعلا بتروح المحطة وبتركب قطر اسكندرية، وبالصدفة بتقعد جنب بلال شامة عشان هو كمان كان هيروح اسكندرية، وبيشوفوا بعض وبيبقوا مصدومين انهم شافوا بعض بعد السنين دي كلها. وبنرجع بفلاش باك سنة 2004، وهو بلال شامة بعد ما خطف ابن جعفر العمدة راح لها علشان هي بتبقى اقرب واحدة ليه وبيحبوا بعض، وبيكون وعدها بالجواز، وقال لها ان هو خطف الواد ده ويخليه عندها يومين. وبتتصدم وبتقول له ان هو يرجعه علشان بتبقى محترمة وملهاش في الكلام ده، بس بيسيبه لها وبيمشي، وفعلا بيفضل معاها. وبعد فترة بيجي لها وبيقول لها الولد فين، علشان الناس اللي اجروا ان هو يخطفه قالوا له انه يقتله. ولما بتعرف كده بتقول له انها سابته قدام جامع، وبيقول لها كويس ان هي عملت كده علشان شالت من عليه حمل انه يقتله، بس بتكون بتكذب عليه، وبيكون لسه معاها الطفل، بس قالت له كده علشان صعب عليها. وبيقول لها ان هو عايز الحلق بتاعها في مصلحة وبعد كده هيرجع يتجوزها، بس لما بياخد الحلق بيمشي وبيختفي، ومن ساعتها ما شافتهوش تاني. وبعد فترة بتقول لابوها انها عايزة تكتب الواد باسمه علشان يبقى سند وظهر ليها لما تكبر، علشان حظها وحش في الرجالة ومش بتتجوز. وبعد الحاح منها بيوافق. وبنرجع لوقتنا الحالي وهو بلال شامة بيفكرها باللي حصل، وبيقول لها ان الولد اللي هي رمته قدام الجامع ابن واحد اسمه جعفر العمدة، وبتتصدم علشان تعرفه لما شافته في المحكمة، وعارفة ان هو راجل واصل ومهم وممكن يأذيها. وبتسيب بلال وبتمشي وبتنزل من القطر وهي خايفة وبتعيط، وبتروح البيت وبتقعد جنب سيف، وبنعرف ان سيف يبقى ابن جعفر العمدة. وفي الجزء التاني هنعرف هي هتقوله ولا هتخبي عليه. الجزء التاني ده هنزله قريب جدا، فريت تعمل سبسكرايب للقناة اللي هو اشتراك يعني، واهم حاجة تفعل زر الجرس علشان اول ما انزل الجزء التاني يجيلك اشعار بيه. وبس كده، فريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشوف الفيديوهات اللي عندي في القناة، وبالذات اخر 4 فيديوهات دول عشان الريتش واقع جدا من ساعتها وما خدوش حقهم خالص يعني. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في الجزء التاني، ويلا سلام.